يا هلا، أهلا وسهلا فيكم في بودكاست حياة ميمونة. هني نتكلم عن كل شيء، حتى الأشياء اللي تنقال تحت الماي. في مكان ما بين حرارة الماي ورغوة الشامبو تطري علينا أفكار نعيشها بكل حواسنا. نحس إن اكتشفنا سر من أسرار الحياة، أو لقينا الجواب حق سؤال عمره طويل، بس بعد الشامبو كله يطير. هالحلقة عن ذيك اللحظات، عن لحظات الشاور. اليوم بنتكلم عن موضوع ما يتوثق، ما ينكتب، ما يتسجل، لأنه دايما يضيع من أول ما ينزل الشامبو. أفكار الشاور، الفكرة العبقرية، الخطة الخرافية، الرد المثالي اللي ما قلناه، أو حتى الحزن اللي طلع فجأة وبعدين اختفى. ليش تصير لنا هالأشياء؟ وش سالفة المخ اللي ما يشتغل إلا تحت الماي؟ ويعني ليش عقب الشامبو تنتهي السالفة؟ الشاور يا جماعة مو بس مكان للنظافة، هذه استديو، مسرح، غرفة اعتراف، يمكن حتى بودكاست خاص فينا ما ينعرض حق أحد. في الشاور فجأة نلقى نفسنا نكتب نصوص في بالنا، نخطط لمستقبلنا، نحل مشاكل صار لها 3 سنين، ونلقى الرد المثالي. الواحد قال لنا شي في 2015، ويمكن حتى ننسق اوتفيت. كل شي يصير تحت الشاور. وفي شي غريب بعد، ان مخنا يشتغل بدون ما نحاول. نكون نغسل شعرنا بس في مخنا قاعدين نكتب رواية، او نفهم ليش زعلنا من فلانة قبل اسبوع. الحين خلنا نفكر، ليش تحت الشاور تينا هالافكار العبقرية؟ السبب الاول الهدوء. ما في تلفون، ما في اشعارات، ما في احد يقاطعنا، انت وجسمك وصوت الماي. والسبب الثاني الحركة التلقائية، غسيل الشعر، فرك الجسم، أشياء نسويها تلقائي، وهني مخنا يصير فاضي للشرود والإبداع. أما السبب الثالث الماي، في دراسات تقول إن الماي الدافي يساعد على الاسترخاء، والاسترخاء يفتح أبواب الأفكار. يعني باختصار الشاور مثل سبا حق الأفكار. مرة وأنا دش الشاور يعني حل عبقري المشكلة كنت أحوس فيها أسبوع. قلت خلاص بحلها بهالطريقة، لكن أول ما طلعت سألت نفسي شنو كانت المشكلة أصلا. يعني مو بس نسيت الحل، نسيت السالفة كلها. بس هني المشكلة، كل فكرة نقول بس أطلع أكتبها، بس أخلص أسجلها ونصك الماي تتبخر الأفكار. نكون نسينا حتى نياتنا الفكرة أساسا. شنو نوعية الأفكار اللي تطري علينا في الشاور؟ طبعا كل الأنواع، بس بطريقتنا الخاصة. مثلا ليش قلت هالجملة حق فلانة قبل أسبوعين؟ حسيت فيها شي. أو أعتقد لقيت فكرة حق المشروع وبعد ما أطلع نسيتها طبعا. أو أنا أبي أغير حياتي، أبدأ دايت، بس عقب ما أخلص هاي الوجبة اللي ناويتها اليوم. وفي فكرة تطري كل مرة، ليش ما في اي سي في الشاور؟ وفي الفكرة العجيبة، إذا العالم كله تحت الشاور الحين منو يمسك الأرض؟ ومرات نكتب رسالة طويلة لشخص محدد في خيالنا، خطاب درامي مؤثر نعيشه بكامل أحاسيسنا، بس ما نواصله ولا نكتبه لأنه ببساطة تسرب مع الماي. خل أقول لكم كم موقف دايما يتكرر معاي. مرة كنت أقول خطاب تحفيزي لنفسي، ونسيت أن عندي ضيفة في الصالة، وسمعت كل شيء، حرفيا كل شيء، بس للحين ما تكلمنا في الموضوع. ومرة قررت أكتب قصيدة في الشاور، يوم طلعت كتبت أول شطر وانتهت المسيرة طبعا. ومرة كنت أغني بكل جوارحي، كل أحاسيسي. وانقطع الماي والصوت صار أوضح، وصار لازم أواجه الحقيقة، أنا مو أديل أو ريانا. وانتو بعد أكيد صارت لكم مواقف نسيتوا تفركون شعركم لأن كنتوا مشغولين بحوار وهمي، أو فجأة تصيحون لأنكم تذكرتوا موقف صار له 10 سنين. والسؤال اللي يتكرر، ليش ننسى كل هالأفكار؟ لأن العقل في الشاور
مو قاعد يكتب محضر جلسة، لكن قاعد يفضفض. واحنا نتعامل مع الشاور كملاذ، مو قاعة اجتماعات. حتى لو كتبنا الفكرة، الإحساس اللي كان معاها نادرا يرجع. يمكن لازم نتصالح مع أن في أفكار نعيشها بس ما نكتبها، وفي مشاعر نحسها بس ما نفهمها وقتها. هل لازم نحتفظ بها؟ مو دايم، بس لو في شي شدك أو لفت انتباهك، خليه يطلع وياك من الشاور. سجله بصوتك، ارسله لنفسك واتساب، أو حتى كتبه على دريشة الحمام لو كان في بخار، وخليه يختفي بس انت تكون قلته. والأهم، لا تحس انك غريب لأنك تفكر بعمق في الشاور. انت بس تعيش لحظة نادرة، لحظة صدق داخلي بدون جمهور. مرة صار لي شي ما انساه، كنت متضايقة ومو فاهمة السبب كالعادة. دخلت الشاور بس عشان أشرد من الإحساس، مو عشان أنظف. وأول ما لمسني الماي بديت أصيح، مو شوي، لا، صياح من قلب. هيه. ومن وسط الدموع فهمت اني زعلانة، بس مو زعلانة من الناس، زعلانة من نفسي، لاني طول الوقت اساير وامشي اللعب، ما حد يلاحظ تعبي. وطبعا سويت حركات لدراما. لقطة حياة الفهد. الواحد لازم يستغل المواضيع يا جماعة. وطلعت من الشاور ما عندي حل، بس على الأقل فهمت نفسي ومثلت كم مشهد. مو كل فكرة راحت فعلا. في أفكار ترجع على شكل إحساس أو قرار نكبر فيه. البودكاست هاي واحد من هالأفكار. ترى ما طرى في بالي أكتب موضوع الحلقة إلا عقب ما تكررت علي الفكرة أكثر من مرة، فقررت خلاص إذا هي بتلاحقني حتى بعد البلسم تستاهل تنقال. وإذا طرت لك فكرة في الشاور لا تطنشها، مو ضروري تسوي منها مشروع العمر، بس عطها اعتراف بسيط: أنا سمعتك. يمكن تكون مجرد فكرة، ويمكن تكون نقطة تحول. مو كل شيء نعيشه لازم نحتفظ فيه، بعض الأشياء يكفي إنها كانت موجودة ولو للحظة. كانت معكم ميمونة من حياة ميمونة، ومن قلب الشاور أقول لكم خلوا أفكاركم تنزل مثل الماي، بس لا تنسون تغسلون الشامبو من راسكم وتحطون بلسم شوي، ترطيب الشعر مهم. والفكرة اللي تستحق اخذوها وياكم. نشوفكم في الحلقة الجاية.